السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة وفي أحسن الأحوال وأحسن الظروف. الفيديو تاع اليوم عبارة عن مسمن أو ملوي، يعني بطريقة جد مبسطة وجد سهلة، وكيوجد في رمشة عين. يعني تقدري تحضري كمية كبيرة في مرة واحدة. كيجي مورق وناجح من أول مرة. فبقاو معايا الأخير باش نشوفوا المقادير والطريقة ديال التحضير. اول حاجه غادي نحتاجو جوج زلافات ديال الدقيق او الفرينه. غادي نغربلوهم مزيان. من بعد غادي نضيفو نصف زلافه ديال دقيق ديال الفينو وغادي نغربلو مزيان. من بعد غادي نضيفو معلقه صغيره ديال الملح ومعلقه كبيره ديال السكر سنيده وواحد شويه ديال الخماره ديال العجين. يعني الخماره ديال العجين يعني ماشي باش يخمر لنا العجين، ولكن غير باش العجينه ديالنا في الساعه تنطلق. صافي غادي نجمعوا العجينه ديالنا بالماء، يعني تقريبا خدات مني واحد الزلافه ونص ديال الماء. صافي غادي نخلطوا العجينه ديالنا مزيان وغادي ندلكوها واحد المده ديال تقريبا واحد 5 ديال الدقائق. فباش يجيكم مسمن ناجح يعني خصكم تدلكوه. يعني الا ما دلكتوهش يعني ما غاديش يجيكم يعني مسمن مورق وناجح. او الا ما قدرتوش يعني تدلكوه فبامكان ديالكم انكم من تجمعوا العجينه غادي ديروها في واحد البلاستيك غذائي وتبيتوها في الثلاجه، يعني تخليوها تبات اولا تعجنوها الصباح وتخدموها في الليل، يعني تورقوها في الليل. صافي هنا من بعد ما دلكت العجينه ديالي فكما كتشوفوا كتجي على هذا القوام، كتكون على هذا الشكل. صافي هنا انا غادي نجمعها في واحد البلاستيكه وغادي نخليها ترتاح واحد المده ديال 20 دقيقه. صافي هنا خديت واحد نص كاس ديال الزيت غادي نديرو في واحد الكاسرونه وغادي ناخذ معاه واحد المعلقه كبيره ديال الزبده وغادي نديرهم فوق البوطه. يعني غادي ندير فوق البوطه ماشي باش تذوب الزبده ولكن غير باش تطلق لي شويه، مع راكم عارفين الجو بارد يعني غادي تعذبني من كون نورق. هنا خديت واحد 4 المعالق ديال دقيق الفينو مع معلقه كبيره ديال المايزينا. فإلا ما توفرتلكش المايزينا فبالامكان ديالك ديري معلقه كبيره ديال الدقيق. صافي غادي نخلطوهم مزيان ونحتفظوا بهم جانبا. صافي انا بعد ما ارتاحت العجينه ديالنا فكما كتشوفوا كتجي على هذا الشكل، كتجي مطلوقه. غادي ناخذها وغادي نقسمها على 4 ديال الكويرات. فبالنسبه للمبتدئات فبالامكان ديالكم ما تقسموش على 4، قسموهم على 8 يعني باش ما تعذبوش في الخدمه. صافي غادي نقسمهم على 4 وغادي ندهنهم بالزيت وغادي نغطيهم بواحد البلاستيك غذائي لمده ديال واحد 5 دقائق باش ما يعذبونيش ما يكون ورقهم. صافي غادي ناخذ اول وحده قطعتها يعني وغادي ندهن سطح العمل ديالي بالزيت وغادي نورقها على قياس ديال الصينيه اللي غادي نحطها فيها. صافي غادي ندهن بالزيت شويه ديال الزيت البلاطو او الطبسي اللي غادي نحط فيه العجينه ديالي وغادي نحتفظ بها جانبا. من بعد غادي ندوز باش نورق العجينه الزوجه. غادي نورقها بقياس ديال العجينه، القياس اللي ورقت به العجينه الاولى. صافي غادي ناخذ الخليط ديال الزبده والزيت وغادي ندهن به العجينه الاولى وغادي نرشها بداك الفينو ومايزينا. صافي من بعد غادي نحط من فوق منها العجينه الثانيه اللي ورقتها. صافي غادي نكملوا بهذه الكيفيه، يعني نبقاو نديروا وحده فوق وحده حتى نكملوا يعني الكرات ديالنا ديال العجين.
صافي من بعد ما كملنا التورق ديال العجينه ديالنا غادي نخليوهم يرتاحوا، غادي نغطيوهم بواحد البلاستيك وغادي نخليوهم يرتاحوا واحد المده ديال 5 ديال الدقائق. من بعد عاد غادي ندوزو باش نورقوهم. غادي ندهنوا سطح العمل او البوطاجي ديالنا بشويه ديال الزيت، عاد غادي نورقوا العجينه ديالنا. صافي غادي نورقوها على شكل مستطيل كما غادي تشوفوا في الفيديو. صافي من بعد ما ورقنا العجينه ديالنا كما كتشوفوا على هذا الشكل، غادي ندهنها بداكشي اللي بقى لي ديال الزبده والزيت، وندير فوقها الفينو ومايزينا. فبالنسبه للكميه ديال الفينو ومايزينا والزبده والزيت فيعني غادي تكفيكم لهاد العجينه كامله. صافي غادي نطويوها هكا على هذا الشكل كما كيبان لكم في الفيديو، وغادي نقلبوها وناخذوا العبار، يعني نعبروا بصبعنا، يعني غادي ناخذوا 4 ديال الصباع وغادي نقطعوا. الا بغيتو مسمن كبير ولا ما بغيتوش يعني مسمنه تجيكم شويه كبيره يعني تجيكم صغيره، فلويو غير 3 ديال التلويات وقطعوا يعني العجينه بالطول، عاود كملوا لويو عاود اللي تبقى لكم في العجين. صافي غادي ناخذوا العجينه ديالنا وغادي نجمعوا لها كما كتشوفوا الاطراف ديالها، وغادي نزيروهم ونقرصوها شويه. ومن بعد غادي نديروها في البلاطو ديالنا ونخليوها ترتاح يعني حتى تطلق، يعني باش ما تعذبناش في التوراق. صافي من هنا في هذا الاثناء غادي نشعلوا على الطوجينه ديالنا او المقله اللي غادي نطيبوا فيها المسمن. صافي غادي ناخذوا اول وحده شكلناها، غادي ندير لها شويه ديال الفينو وغادي نقرصوها، يعني نقرصوها شويه مزيان، يعني ما تخليوهاش غليظه. غادي نديروا المقله ديالنا ندهنوها شويه بالزيت ونحطوها طيب. غادي نحسبوا لها 5 ديال الثواني، يعني من ديروا السمنه ديالكم يعني حسبوا حتى ل5 وقلبوها. فبالنسبه للنار فالمسمن كيبغي النار متوسطه، يعني النار تكون شويه متوسطه ما تكونش ناقصه باش ما يجيكمش يابس. هنا غادي تشوفوا معايا كما كتجي المسمنه ديالنا كتجي مهويه ومورقه. صافي غادي نستمروا بهذه الكيفيه، غادي نبقاو نقلبوا فيه حتى طيب لنا المسمنه. صافي غادي نكملوا بهذه الطريقه حتى نكملوا المسمن ديالنا كامل. صافي كيكون هذا هو الشكل النهائي ديال المسمن ديالنا من بعد ما طاب. فكما كتشوفوا كيجي مورق ومذهب، وكيوجد يعني كتوجديهم دفعه واحده يعني في مره واحده. انا غادي نحل معكم وحده كما كتشوفوا كيجي مورق وناجح. يعني ما كتبقايش يعني كل مسمنه كتورقيها وكتجمعيها يعني تقرصيها، يعني نفس الخدمه كتعاوديها في المسمن كامل، يعني كتوجديه ضربه واحده. هنا كنكونوا وصلنا للنهايه ديال الفيديو، فكنتمنى من الوصفه ديال اليوم والطريقه نتاع اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم، وكنتمنىكم تجربوها. هنا كنقول لكم الى اللقاء، ونتلاقاو في فيديو اخر ووصفه اخرى ان شاء الله.